شاهد الفيديو. ماذا فعل الجيش السوداني بمئات المتظاهرين في مليونية 17 من يناير؟ تظاهر مئات من السودانيين في العاصمة الخرطوم وأم درمان تحت شعار مليونية 17 من يناير للمطالبة بحكم مدني في البلاد والقصاص لضحايا الثورة ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات الأمن وهي تطلق غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين دعتهم قوى الثورة إلى التوجه إلى القصر الجمهوري. وشهدت شوارع في الخرطوم وأم درمان مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين. وطالب المحتجون بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضوا الاتفاق الإطاري وتطوراته الأخيرة. بوتيرة شبه يومية يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي. وكانت مصادر عسكرية متطابقة في السودان أكدت أن اجتماعا لهيئة قيادة الجيش قبل أيام أسفرت عن اتخاذ عدد من القرارات بشأن إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية. وقالت المصادر إن الاجتماع أوصى بأن يكون الجيش مسؤولا عن إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، موضحة أن هيئة قيادة الجيش أوصت بتشكيل لجان برتبة فريق ولواء لمهمة إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هيئة قيادة الجيش أوصت كذلك بتكليف جهاز المخابرات العامة والشرطة بإعداد وتقديم رؤاهم بشأن إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية. وفي السياق قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي شهاب إبراهيم لوسائل إعلام محلية إن التوصيات المتعلقة بهيكلة الأجهزة النظامية والقوات المسلحة ستكون ملزمة للعسكر. وأضاف: نأمل في الوصول لحلول نهائية للقضايا عبر ورش العمل التي تعقد هذه الأيام. وكان الجيش السوداني توصل في ديسمبر الماضي لاتفاق مع بعض القيادات المدنية أطلق عليه الاتفاق الإطاري، يتضمن انخراط الأطراف في مشورات واسعة لحسم 5 قضايا، وهي مسألة العدالة والعدالة الانتقالية واتفاق السلام المبرم في جوبا، إلى جانب إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن، إضافة إلى إزالة التمكين واسترداد الأموال الخاصة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، فضلا عن قضية شرق السودان. وتعرض الاتفاق الذي حدد الخطوط العريضة للعملية الانتقالية من دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية العديد من الانتقادات من نشطاء اعتبروه غامضا وغير شفاف، وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 13 شهرا. وتعارض هذا الاتفاق قوى رئيسية من بينهما الحزب الشيوعي والكتل الديمقراطية التي تضم حركات مسلحة من دارفور، علاوة على أنه يجد معارضة من حزب البعث الاشتراكي وتيارات إسلامية. وكان رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان قد دعا في وقت سابق جميع السياسيين للانشغال بترتيب صفوفهم، مطالبا إياهم بعدم التحدث في شؤون الجيش.